مرحبا بكل متابعين قناة طبخاتنا، إن شاء الله الكل بخير والسلامة. ووصفتنا اليوم شوربة عدس بالخضار مع ستيك دجاج. تابعوا الفيديو للنهاية. جهزت المكونات. هنا عندي الخضار، بصل وبوتيتا وجزر مقطعات محضرات، وعدس كوب غسلته وصفيته. وجهزت التوابل: مكعب ماجي الدجاج وفلفل أسود وكمون. خليت الجدر على النار يحمى وضفت الزيت. أنزل الخضار بعد أن حمى الزيت وأبدي أحمسها. حمسة زينة، وبعدها راح أضيف العدس. وبما أنه دخلنا فصل الشتاء وصارت شوربة العدس هو الطبق المعتمد تقريبا لأغلب العوائل، وهذه طريقتي بطبخ شوربة العدس بالخضار وأتمنى تعجبكم. بعد أن انحمست الخضار نزلت عليها العدس، وأضيف كمية مي أكثر من الخضار والعدس. راح أتركها تنطبخ على نار عالية. مثل ما تشوفون بدأت تنطبخ. هسه راح أهدي النار للأخير أو أتركها على الأقل نص ساعة. وهسه رجعت لها. الخضار هنا عندي مستوية هي والعدس. راح أبدي أضيف الملح والتوابل. ملعقة ملح. أحب شوربة العدس تكون صفرة، راح أضيف شوية كركم. أتركها تنطبخ شوية، وبعدها راح أضربها بالخلاط. وأبدي أجهز الستيك. أضيف عصير ليمونة واحدة، وربع كوب زيت، أي زيت، زيت الزيتون أو الزيت العادي اللي متوفر. وأضيف نص ملعقة أكل بابريكا، نص ملعقة أكل كمون، ونص ملعقة أكل أوريجانو أو زعتر بري، وربع ملعقة فلفل أسود، وفصين ثوم مهروس. وضفت الملح. أخلطهم مع بعض وأنزل صدور الدجاج. هنا مثل ما تشوفون صدور الدجاج قطعتها شرائح بهذا الشكل. وأغطس كل القطع. ما راح أخليها تتبل فترة طويلة. هسه خليت الطاوة على النار تحمى، وأبدي أنزل قطع الدجاج. هنا النار عندي وسط مو عالية حتى الدجاج يستوي براحته. خمس دقائق وأرجع أقلبهم. مثل ما تشوفون بدأ اللحم هنا يذب المي اللي بيه. مثل ما تشوفون شوي شوي بدأ يتحول لون لحم الدجاج للون الأبيض، يعني دليل إنه هو بدأ يستوي. مجرد يبدي ياخد تحميرة وأقلبه. ضفت قطعة إضافية، شفت أكو مجال بالطاوة.
بس تتبخر هذه السوائل وأبدي أقلب صدور الدجاج. لاحظوا أقلبها على الجهة الثانية، هنا عندي مستوي من هذه الجهة. وأطلع الوجبة الأولى وأنزل الوجبة الثانية. قسمت على وجبتين، وهذه الوجبة الثانية أيضا بدأت تستوي، وأنزلهم بالطبق. هنا جهزت مجموعة من الخضار، وأرجع للشوربة بعد أن ضربتها بالخلاط، خليتها على النار شوية وصارت جاهزة للتقديم. وأبدي أصبها. طبق صحي ولذيذ للعشاء. راح أضيف شوية رشة من الفلفل الأحمر البارد. وكملت تجهيز وجبة العشاء اليوم. مثل ما تشوفون هنا عندي الستيك مع الخضار أو الشوربة بعد أن صبيتها. وجبة شهية وصحية. مثل ما تشوفون اللحم مستوي وسهل التقطيع. أتمنى عجبكم الفيديو اليوم، وتطبقوا بألف صحة وعافية. ويا ريت ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وسهمكم العافية. تحياتي.